بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي ومع مادة التفسير، وما زلنا في المقدمة. هناخد بعد كده تعريف يعني إيه تفسير، يعني يقول لك التفسير وأنواع التفسير والمفسرين والقرطبي إيه ده وابن كثير، إيه الحكاية يعني إزاي يعني تفسير يعني إيضاح. طبعا احنا اتعودنا ان احنا في الشريعة بالذات لو حاجة شرعية بنعرفها لغة واصطلاحا، أهل اللغة يقولوا عنه إيه وأهل التخصص هيقولوا إيه. الإيضاح والتبيين نفس الكلام. طيب تقول فسرت الكلمة إذا وضحت معناها وبينته. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي توضيحا وتبيانا وبيانا. اصطلاحا علم، هو ده اللي احنا نقوله بقى، يعني أهل التفسير هيقولوا إيه؟ علم يبحث فيه أو يبحث فيه عن مراد الله. ربنا قال إيه هنا؟ والمقصود احنا نفهم إيه؟ احنا المطلوب نفهم إيه من كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا عن مراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية، على قد ما احنا بنستوعب هنفهم ربنا عايز مننا إيه وهنستوعب إيه، وسهل الكلام أهو. طب المناهج عندي تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. عندي تفسير بالإيه؟ بالمأثور، الأثر سواء حديث سنة بقى أي حاجة، وهيجي بعد تفسير بالرأي. فطبعا زي أبو بكر الرازي والناس دي، فهنرجع نعرف تفسير الحاجات دي. المأثور هو بيان معنى الآية بما ورد في القرآن والإيه؟ والسنة أو أقوال الصحابة والتابعين. ده التفسير بالمأثور. مكانته أفضل أنواع التفسير وأعلاها، لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيرا القرآن بالقرآن بكلام الله عز وجل فهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبين لكلام الله يعني سبحانه وتعالى. أرسل آية والرسول هو الذي يبلغنا ويفسر لنا معنى هذه الآية. وإما أن يكون بأقوال الصحابة فهم أفهم وأوعى بالكلام بعد رسول الله، ما هو اللي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. والذين شاهدوا التنزيل والأحداث والوقائع، يبقى أكتر واحد يقدر يعبر اللي كان عايش الموضوع، وهم أهل اللسان وتميزوا من غيرهم بما شاهدوا من القرائن والأحوال حين النزول. أنواعه التفسير بالمأثور نوع ما توفرت بالأدلة على صحته وحكمه أنه يجب قبوله ولا يجوز العدول عنه، ما لم يصح وحكمه يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا للتحذير منه. أهم طرق التفسير بقى القرآن الكريم، السنة النبوية، أقوال الصحابة، أقوال التابعين. طيب ما هي أفضل طرق التفسير؟ أفضل طرق التفسير بالقرآن وبالقراءات طبعا، ماشي. ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن تفسير الكلمات في قول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. طيب قال ربنا هنا بقول تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تمام. هنا تفسير القرآن بالسنة، إذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن فعليك بالسنة. ما احنا مصادر التشريع زي ما اتفقنا قرآن وسنة وهكذا وإجماع إلى آخر المصادر التشريع اللي احنا عارفينها. وبينة له، يبقى هنا السنة شارحة للقرآن وبينة للقرآن. الدليل أنزلنا إليك الذكر لتبين الذكر الحديث يعني لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من أمثلة القرآن تفسير القرآن بالسنة الخيط الأبيض والخيط الأسود. تمام. ربنا قال إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحتى صحابي فتلة سودة وفتلة بيضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا مش كده، ماشي. المقصود بالليل والإيه؟ الليل والنهار. تفسير القرآن بأقوال الصحابة، إذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة فعليك بتفسير الصحابة. يبقى اللي عمال يطخ على النت بقى، ودخلت قبل كده كانت واحدة تعبانة في دماغها كده عمالة تطخ وطالما احنا لنا عقل ولنا بتنجان ولنا قفا ولنا بتاع نقعد نفسر بدماغ يا صلاة يعني إيه؟ يعني ايه حضرتك؟ انت لا عارفه مطلق ولا مقيد ولا راجح ولا مرجوح ولا ناسخ ولا منسوخ. يا حبيبي هم مصيبه سوداء بيخشوا يعملوا ايه؟ بيرموا في الميه العكره، هيخش لهم 90,000 واحد مش ما يفهمش حاجه في اي حاجه، فيحصل له اضطراب شك يعني. لو دخل واحد فاهم مدرس هيهربوا منه، يعني حصل حوار بينه وبينهم فيعملوا ايه؟ يخلعوا من الحوار اصلا. ليه؟ لان هم يعني عايزين اللي هو مش فاهم حاجه عشان يبهدلوه براحتهم يعني. بس
إذا لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا السنة فعليك بتفسير الصحابة فاعلم فإنهم أعلموا بذلك. يبقى نقول للشيعة حضراتكم هتفسروا بإيه؟ طالما أنتم بتكفروا الصحابة كلهم إلا مش عارف 6 ولا كام. طب هتفسروا إيه بقى حضرتك؟ طب القرآن اللي جاب لك القرآن صحابة، واللي كتب القرآن صحابة، واللي نقل القرآن صحابة، يبقى حضرتك هتنكر الدين أصلا. يبقى الناس الشيعة دول اللي هم اللي بينكروا أو بيكفروا الصحابة، ما حضرتك بتكفر اللي جاب لك دينك. يبقى انت واعي اللي بتعمله ولا مش واعي؟ ده مصيبه سود. لما اختص به من جلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهده القرائن والاحداث والوقائع. ومن امثله تفسير القران باقوال الصحابه ما ورد عن ابن عباس من تفسير الاب قال تعالى وفاكهه بتاعت الاب مش الاب، الاب اللي هو ابا يعني. فقال الكلأ والمرع، يبقى الاب وفاكهه وابا. الاب اللي هو الايه؟ الحشيش والحاجات اللي بتاكل الحشيش اللي هو الحشيش اللي بينبت في الارض يعني، والنجيل مش الحشيش الثانيه حاجه ثانيه، والعلف والحاجات الخاصه بالايه؟ ده حشيش وده حشيش. الحاجات اللي الحيوانات بتاكل عليها او بتاكلها يعني. خلاص ما تاكله البهائم. يبقى ده تفسير ابن عباس. في بعد ابن عباس بتفسير يعني صحابي اهو. خلاص. ما الحكم اذا لم يجد تفسير القران في القران ولا السنه ولا تفسير الصحابه الى اخره؟ اذا لم تجد تفسير القران في القران ولا في السنه ولا في الصحابه فعليك باقوال التابعين، لان التابعين هو الجيل اللي جاي بعد ايه؟ بعد الصحابه، فهم اوعى وافهم واقدر على الفهم بعد صحابة رسول الله، لأنهم عاصروا الصحابة أو عاصروا جيل العلمي اللي بعد إيه؟ اللي بعد الصحابة على طول. فقد ورد عنهم قدر غير قليل من التفسير إيه؟ من تفسير المأثور، يعني الكلام المأثور عنه. أهم المؤلفات في التفسير كتاب جامع البيان في تأويل آية القرآن للطبري، طبعا من أشهر تفسير القرآن العظيم ابن كثير، أشهر كتابين في التفسير طبعا. اذكر نبذة عن مؤلف كتاب جامع البيان في تأويل طيب إلى آخره. هنقول هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، ولد في طبرستان ببلاد فارس. بلاد فارس دي طلعت لنا شوية علماء يا جدعان، يعني الشيعة دول لو بيعقلوا ويفهموا، لأن كانوا هم أصلا أهل السنة والجماعة، ولكن مع الزمان والبتاع والفتن والحاجات دي تغير عدد كبير جدا منهم، لكن ما طلعش شوية علماء ما لهمش حل. وفاته توفي ببغداد سنة 310. طيب تفسير القرآن العظيم أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، ولد في بصرى في الشام سنة 700 هجريا، توفي سنة 774 يعني عاش 74 سنة. يعد تفسيره من أشهر كتب التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير. أشهر كتابين على الإطلاق، ما فيش بيت في المسلمين مش عندهم التفسير ده، يعني يا إما أحدهما يا إما كلاهما، يعني سبحان الله. تمام كده جميل. جامع البيان في تأويل القرآن اعتمد على تفسير بالمأثور عن صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين، التزام بذكر الاسناد في الروايه. اللي ياخد تفسير قديم لابن كثير او للطبري عن يفضل يجيب الرجال، في لذلك الناس اللي بيحصل تحقيق وكلام من ده بيشيل الزيادات دي كلها عشان الناس تعرف تقرا. لذلك لما كنت بجيب كتب وانا صغير كانت بتتباع في جريده الاهرام، يعني ما لازم صغيره كده في الحق، فكان التفسير. طيب يبقى اذا التزام بذكر الاسناد والروايه، عنايه بتوجيه الاقوال الراجح والمرجوح والكلام من ده. يبقى احنا قلنا موضوع التفسير لما اقعد اقول عن الناس هتزهق، فبالتالي جم العلماء ربنا يجزيهم عنا خيرا بداوا ينقحوا الكتب ويجيبوا الصحيح على طول، ويجيبوا الراجح في المسائل دي، ويجيبوا يشيلوا الاعداد الزياده في الايه في الروايه، في الرواه والسند والحاجات دي عشان يبقى خفيف على الناس تقرا. لكن اهل العلم طبعا بيمسكوا ايه؟ اهل الرجال بقى والجرح والتعديل والكلام ده، بيجيبوا واحد يفنطوه مين ده وابن مين وراح فين وجه منين عشان يشوفوا الكلام ده قالوا صح ولا لا. ذكر وجوه الاعراب طبعا. يبقى اللي بتطخ وتقول لي احنا نقدر نتكلم في القران، حضرتك انت بصمجيه ركب مش عارفه اصلا اي حاجه في اللغه العربيه، هتفسري القران ازاي؟ يعني حضرتك لا عارفه حاجه في اي حاجه من اي حاجه عن اي حاجه لاي حاجه في اللغه، ولا في القران ولا في الحديث ولا في السنه، هتطخي تقولي ايه؟ لذلك سبحان الله حاجه غريبه جدا على الناس دي. ذكر القراءات القرانيه وتوجيهها. ليه القراءات بتفسر؟ ماشي. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة حفص فتبين. فالتثبت أعلى من التبين، والتثبت كلماتها واضحة مش كده؟ فممكن التفسير بالتفسير، القرآن بالقرآن، أجيب حتى في القراءات نفسها تفيدني في الكلام ده. دقة في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. طبعا دول أساتذة كبار وعلماء كبار، دول جامعات متحركة، مش واحد زي حالاتنا احنا بيعرف يقرا كلمة، لا ده دول حاجة عظيمة يعني. كان واحد يعني مبدع في جميع نواحي العلوم، مش ماده واحده ولا تخصص. احنا مثلا الشريعه دراسات اسلاميه جميل قوي، تخصص شريعه بس خلاص كده، لكن هم لا في كل حاجه. ماشي. طيب تفسير القرآن العظيم يتميز به ايه بقى؟ يذكر الايه ثم يفسرها بعباره سهله موجزه،
يجمع الآيات المناسبة الآيات المقارنة بينهما، يذكر الأحاديث المرفوعة التي لها صلة بالآية التي ثم يرضف بأقوال الصحابة والتابعين، يعني بياخد بترتيب جميل قوي الإمام ابن كثير طبعا. يعقب على ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيليات غالبا، مبينا خطورتها ومحذرا من أثرها السيء على عقائد المسلمين. بيذكر دي إسرائيليات والإسرائيليات كذا وكذا وكذا، ويوضح لأن في حاجات كتير في التفسير زي مثلا سورة الكهف. هنخش في قصة أهل الكهف، هنقعد بقى إيه هم بقى في الشيء في الإسرائيليات زودين حاجات أو جايبين مش عارف إيه، فإحنا بقول لك لا ده من الإسرائيليات، وبيعرف يعني إسرائيليات وإن إحنا ناخد بإيه وما ناخدش فيه. يعني جزاه الله عنا خير الجزاء. بكده اللي هو الدرس الأول إيه، هنخش في الموضوع الرابع على طول. ده فيديو. ماشي نفس